مفيش سيليكون بيحصل له انفجار. جالنا استفسارات كتيره موضوع بريست امبلانت سيليكونز عامه، عشان اللي حصل كان في انسيدنت حصلت لواحده من البلوجرز حصل لها سيليكون رابشر، وهنا لازم نوضح الامور للناس. سيليكون رابشر هي حاجه ممكن تحصل في البيشنتس اللي هم حاطين سيليكون امبلانتس، خاصه لو السيليكون من النوع القديم او الاجيال القديمه من السيليكون امبلانت او بقاله كتير وقت محطوط في البيشنت. عشان كده مهم جدا ان احنا اي بيشنت حاطه سيليكون امبلانت ان هي تعمل متابعه دوريه عن طريق فحوصات الالترا ساوند، اشعه الالترا ساوند واشعه الام ار اي، عشان نتاكد ان مفيش اي رابشر. وخلي بالك رابشر غير كلمه انفجار، مفيش سيليكون بيحصل له انفجار، دي خطا شائع وسط الناس ومسمى مش صحيح. السيليكون حتى لو حصل له رابشر وهو في صدر السيده ممكن ان هو ما يبقاش ديتكتد، يعني السيده ما تاخدش بالها منها الا لما يبتدي يحصل اعراض. عشان كده المتابعه الدوريه بالاشعه والكشف الدوري مهمه جدا for early detection وسكريننج، ونمنع حصول الكومبليكيشنز. شكرا.